إن من أعظم الأدوية التي أقدمها لنفسي ولأولادي في زمن الفتن الذي نحياه، ورب الكعبة نعيش زمن الفتن. يا إلهي يا إلهي، ما عرفنا هذه الفتن منذ سنوات قليلة جدا، لكن في هذه السنوات القليلة الماضية رأينا من الفتن ما تشيب له الولدان. فمن أعظم الأدوية التي أوصي بها نفسي أولا وأولادي في زمن الفتن أن نكثر الذكر، أن نكثر الذكر، أكثر من الذكر، أكثر من الذكر، بالتهليل، بالتحميد، بالتسبيح، بالتكبير، بالاستغفار، بالحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. أكثر من الذكر، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. أكثر من الاستغفار. أكثر من الصلاة والسلام على نبينا المختار. أكثر من الذكر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، مش في عرفة فقط، لا، على إطلاقه. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أكثر من لا إله إلا الله. فمن عاش على شيء مات عليه. إن عشت على الذكر مت على الذكر يقينا بوعد الله الذي لا يتخلف، وإن مت على الذكر بعثت على الذكر وحشرت مع الذاكرين. وكما في آية سورة الأحزاب الجميلة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا تحرم نفسك، ففي زمان الفتن تحتاج إلى أن تكون ذاكرا. واحذر من الغفلة عن الله، فلو غفلت عن الله التهم الشيطان قلبك. لا أقصد شيطان الجن فقط، بل التهم الشيطان الإنس وشيطان الجن قلبك وأبعدك عن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله.